السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين ديالي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ اموركم هانية؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم خير. ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة اللي كنتمنى تنال اعجابكم. واليوم ان شاء الله باذن الله غادي نشارك معكم الباكيت معمر اللي كيجيب واحد الحشوه اللي كيجي به بنين، كيجي لذيذ، واللي كنتمنى الى اعجابكم. وكنتمنى اللي يدخل اللي شاف القناه لاول مره كنتمنى يشترك فيها ويفعل فيها الجرس باش يوصل لي كل ما هو جديد. وغادي ندوزو المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. غادي نحتاجو في العجين، غنحتاجو عندي هنايا زوج زلايف ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال الفينو. غادي نضيفو عليها البنات زوج معالق ديال السكر حبيبات، وغادي نضيفو رشيشه الملحه، وغادي نضيفو الخميره. بالنسبه للخميره هنا غادي نضيف الخميره يعني المعجونه، واللي كانت عنده الخميره يعني ديال الحبيبات بالاحسن. وغنضيف كذلك خماره الحلوى، وغادي نضيف الماء. عندي هنا الماء. بالنسبه للماء البنات كيبقى على حسب الخليط. غادي نجمع العجينه ديالي ونخليها ترتاح، وغادي ندوز للحشوه باش غادي نعمرو الباكيت ديالنا. هنا البنات من بعد ما عجنت وخليته يرتاح غادي ندوزو باش نصوب الحشوه باش غادي نعمر الباكيت ديالنا. هنا عندي البنات غادي ندير شويه زويته، وغادي نضيف عليها البصله نخليها تشحر، وغادي نضيف عليها القرعه اللي محكوكه، وغنضيف الجزر او خيزو، فلفله حمراء، فلفله خضراء، ولا كانت فلفله صفراء حتى هي كتجي بنينه. بالنسبه للحشوه كيبقى على حسب كل واحد، ديروا اللي كان عندكم. وانا البنات غادي ندير عندي هنا سكانجبير، عندي الملحه، الابزار، الخرقوم، فلفله حمراء، صافي. هنا البنات غادي نبدا نحرك في هاد الحشوه حتى طيب ليا، حتى طيب مزيان مزيان. وغادي نضيف كذلك الربيع. بالنسبه لهاد الحشوه البنات صراحه كتجي رائعه ما شاء الله، كتجي بنينه. وعندي كذلك البنات اللحم ديال الدجاج. ممكن تنسموا بلي كان عندكم الكفته يا الطون اللي كان عندكم. الصراحه اللي درتو له كتجي يعني كتجي هاد التعميره بنينه. وغادي نضيف كذلك الشعريه اللي سلقتها البنات، سلقتها وقطعتها. صافي. هنا البنات غادي نضيف كذلك شويه ديال الزيتون اللي حتى هو اللي قطعته طراف صغار. صافي غنخلي هاد الحشوه البنات طيب تزيد طيب، نخلطها مزيان مزيان حتى تجانس ليا. دابا غادي ندوزو للعجين من بعد ما خليته يرتاح. هانتوما البنات كما تشوفوا معايا العجين غادي نحاول ندلكو بالدلاك، يعني غادي ندلكو مزيان مزيان حتى نحصل على داك السمك اللي بغيت، ومن بعد غادي نبدا نقطع منه. هانتوما معايا البنات غتشوفوا معايا كيفاش غادي نعملو. الصراحه طريقه سهله. انا البنات من بعد ما طلقته مزيان بالدلاك
حتى نحصل على واحد السمك اللي هو ما رقيق ما غليظ. صافي هنا البنات غادي ناخذ زلافه او اللي كان. هنا البنات غادي ناخذ زلافه هي باش غادي نقطع، ونتوما البنات كيبقى اختيار ديالكم تقطعوا باش ما بغيتو. هنا الصراحه الباكيت ديالنا كيجي ما صغير ما كبير، وكيجي مقاد، ما كيجيش يعني واحد صغير واحد كبير. هنا البنات غادي نحاول نقطع داك الطرف، داك يعني البلاصه اللي ما قطعت ليا الزلافه غادي نقطع هكا بالموس. الصراحه البنات هاد الطريقه كتجي ساهله. صافي هنا البنات غادي نبقى مستمره بحال هكا حتى نسالي العجين ديالي كامل، عاد نبدا نعمر فيه، عاد نجيب الحشوه على ما تبرد ليا ونعمرو. وها نتوما معايا البنات حتى تنسالي. وهنا البنات من بعد ما ساليت الكميه ديال العجين ديالي كامله، بالنسبه للحشوه ديال الحشوه من بعد ما خليتها بردات، دابا غادي ندوزو باش نبدا نعمر بها العجين. وهنا البنات غادي نبدا نعمرها مزيان باش تجي لنا الباكيطه ديالنا عامره. صافي هنا البنات غادي نبدا نجمعها بحال هكا كما كتشوفوا معايا، غادي نبدا نجمع فيها بحال هكا باش ما تخرجش لينا دوك الحشوه. هانتوما البنات كيفاش جايه، الصراحه كتجي فنيونه، كتجي زوينه ما شاء الله. صافي البنات غادي نبدا نستمر بحال هكا حتى نسالي الكميه ديال العجين كامله نعمرو ونرجع معكم. وانا البنات من بعد ما ساليت الكميه ديال العجين كامل، من بعد ما عمرتهم، دابا غادي ندوزو باش ندهنو باصفر ديال البيض، وغادي نرشو عليه الزنجلان
بيض، ممكن ديروا البافو، ممكن ديروا اللي كان عندكم. ومن بعد غادي نفلحوه بالسكينه بسكين وغادي ندخلوهم الفرن يطيبوا. الصراحه البنات كيجيو فنين ما شاء الله، كيجيو رائعين. كنتمنى ينالوا اعجابكم، وكما شفتوا معايا راه الطريقه سهله ومبسطه، وفي نفس الوقت الصراحه كيجيو فنين وكيجيو لذاذين. هنا البنات من بعد ما ساليت راه ما شاء الله كيخرجوا كميه كثيره. هنا البنات كيما شفتوا معايا هذا هما الشكل ديالهم من بعد ما طيبتهم. هانتوما البنات كيفاش كيفاش جا. الصراحه كيجيو فنين وكيجيو لذاذين وكيجيو صراحه رائعين، ما تشبعوش منهم. بالخصوص الناس اللي كيبغيو الحار، يعني الا كانت ديك الحشوه الحاره الصراحه كيجيو بنانين بزاف بزاف. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي البنات، اللي كنتمنى من كل قلبي ينالوا اعجابكم. واللي بقات معايا من الاول حتى الاخير حتى لهنايا، دير تنساوش لايك والتعليق الزوين كيف ديما. لهلا خطيكم البنات، الله يحفظكم يسهل امركم يا ربي في هاد العواشر. هادو هما الشكل ديالهم النهائي البنات، راهم كيجيو فنين ما شاء الله وكيجيو لذاذين. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا. ودابا البنات ما بقى لي نقول لكم السلام عليكم.